إيه اللي هيحصل لو كل المواقع أو التطبيقات اللي بنستخدمها لغت كلمة السر أو الباسورد، وبقى مجرد إنك تكتب الإيميل بتاعك تقدر تخش على طول من غير ما يتأكد من هويتك ولا غيره، وساعتها أي حد هيقدر يخش على الأكاونت التاني وهتبقى حفلة. وعلشان كده بقى في طرق محددة بتستخدمها المواقع والتطبيقات دي علشان تتأكد من هوية الشخص اللي هيستخدم الأكاونت إذا كان بتاعه أو لأ. فهل يا ترى كلمة السر كفاية ولا الموضوع ابتدى يتنقل نقلة تانية خالص لأن في تخوف إن كلمة السر دي مش كفاية؟ وهي دي حكاية النهاردة على كودكس لاين. في الستينات وقبل ما تكون الكمبيوترات منتشرة في كل حتة زي دلوقتي ومتصلين ببعضهم عن طريق الإنترنت، ما كانش في احتياج لاستخدام كلمة سر أو باسورد. وبعد الفترة دي وأوائل الستينات ابتدى ظهور الكمبيوتر، وكان مقتصر وجوده فقط على الجامعات والمؤسسات الكبيرة علشان كان غالي جدا وبيتصنع ليهم بمواصفات معينة. وده اللي خلى جامعة زي MIT بمساعدة المهندس فرناندو كورباتو إنهم يفكروا في حل لصعوبة انتشار الكمبيوتر بسبب تكلفته العالية والمساحة اللي كان بيحتاجها، واللي كان بيحتاج غرفة كاملة لوحده. يعني تخيل كنا هنقسم الشقة مطبخ وحمام وغرفة للكمبيوتر. والراجل ده عمل نظام جديد هو التايم شيرينج سيستم. النظام ده بيقدر يخدم أكتر من مستخدم في نفس الوقت، حاجة زي السيرفر في وقتنا الحالي، أو بشكل أبسط ده شبيه بالظبط لما بتعمل أكتر من أكاونت على جهازك لكل شخص عندك في البيت، وكلهم بيشتركوا في نفس الهارد والداتا اللي موجودة على الجهاز. وباللي عمله الراجل ده بقى أكتر من شخص يقدر يستخدم نفس النظام في نفس الوقت، واتحلت مشكلة صعوبة توافر الكمبيوتر. وبعد كده ده خلاهم يفكروا ان احنا محتاجين طريقة علشان كل المستخدمين اللي متصلين بالكمبيوتر ده يبقوا مطمنين ان محدش يقدر يستخدم الحساب بتاعهم غيرهم. وده اللي خلى نفس المهندس اللي هو فرناندو كورباتو يتبنى فكرة الباسورد. وكانت الفكرة بسيطة جدا وبدائية، ان يحط ملف على الكمبيوتر والملف ده فيه كل الحسابات او الاكونتات لكل واحد بيستخدم الكمبيوتر ده، وكل واحد ليه كلمة سر. وأول ما المستخدم ده يحب يستخدم حسابه بيقوم الكمبيوتر مقارن كلمة السر اللي دخلها المستخدم باللي موجودة في الملف ده. وده ما كانش حل صحيح بنسبة 100% لأن الباسوردات دي ما كانتش متشفرة، والملف بتاع الباسوردات كله كان موجود على الكمبيوتر في مكان سهل إن أي حد يوصله. واللي أثبت الكلام ده بعد كده المهندس ألين أرشر لما وصل للملف اللي محفوظ فيه كل كلمات السر على الجهاز في 4 ساعات بس، وفضل الوضع على ما هو عليه لحد السبعينات. وابتدوا يستخدموا نظام عشان يشفروا بيه الباسورد ده باستخدام نوع من انواع المعادلات الحسابيه اسمها هاش فانكشن. والنوع ده من المعادلات بيقدر يحول اي بيانات او نصوص من شكلها المعتاد لشفره او هاش. والهاش اللي بيخرج ده شكله بيختلف بناء على البيانات اللي دخلت له. يعني مثلا لو قلت لها شفري لي كلمه معينه زي محمود هتقوم مطلعه لي شفره معينه بالشكل ده مثلا، ولو مررت شيء تاني خالص مثلا محمد هتطلع لي شفرة مختلفة تماما. ولو مررت نفس الكلمة تاني على الفانكشن هتطلع لي نفس الهاش. وبالتالي بقينا مش محتاجين نحفظ الباسوردات اللي في الملف ده في هيئتها، ويكفي حفظ الهاش بتاع الباسورد. والكمبيوتر مهمته ان ياخد كلمة السر ويحولها لهاش، ولو مش نفس الهاش اللي في الملف هتبقى غلط. ولو اتسرق الملف زي المرة اللي فاتت مش هيقدر يعمل بيه حاجة لانه لازم يكون معاه كلمة السر الأصلية. ولان النوع ده من المعادلات صعب جدا انك تعكسه، والفترة اللي فاتت دي كانت كلمة السر هي نمبر 1 في الحماية، واللي بسبب انها كانت شيء ثابت كان سهل على المخترقين ان هم يكرروا اكتر من كلمة سر لحد ما يوصلوا للكلمة الصح. حتى لو خدوا سنين معظمنا ما بيغيرش كلمة السر باستمرار، واللي بتكون سهلة جدا في اغلب الاوقات. وعلشان كده كانت معظم الابليكيشنز والمواقع بتبعت رسائل للمستخدمين مفادها لو سمحت ما تنساش تغير كلمة السر. وفي الثمانينات اكتشفوا اول طريقة لباسورد متغير، واللي فكرته قايمة على ان كل دقيقة الباسورد بتاعك بيتغير. ولكن هو انا هعرف الباسورد الجديد منين؟ وبالفعل كان هنا في تحدي ان هم ازاي يوصلوا كلمة السر اللي بتتغير كل شوية دي للمستخدمين، وساعتها لا كان في موبايلات ولا انترنت. وعلشان كده الموضوع ده اتركن شوية على جنب لحد ما ظهر الانترنت والموبايل انتشر. ودلوقتي بقى في مواقع كتير بتجبرك انك تنزل برنامج معين على الموبايل علشان تقدر تبعت لك عليه كلمة السر دي، واللي بتتغير كل
دقيقة غالبا، وتقدر تلاقي كل شركة بقت عاملة تطبيق ليها، زي مثلا مايكروسوفت اوثنتيكيتور، جوجل اوثنتيكيتور. ومع انتشار الانترنت بقى في احتياج لطريقة اقدر بيها أأمن البيانات اللي بتتباعت بين مستخدمين الانترنت، علشان سهل قوي على المخترقين ان هم يتجسسوا على البيانات دي واللي بتتباعت بين المستخدمين والسيرفرات اللي عليها الخدمة. ومن هنا ظهر البي كي اي، اختصار لبابليك كي انفراستراكشر. دي معادلة حسابية بتطلع لك مفتاحين او كيز، واحد منهم بيتبعت للشخص اللي هيبعت لك حاجة على النت، بيقوم الكمبيوتر مشفر الحاجة دي بالمفتاح ده، ومستحيل تتفك التشفير بتاعها الا بالمفتاح التاني، والمفتاح التاني ده بيبقى مع صاحب المفتاحين الاصلي وهو البرايفت كي، علشان هو المفتاح الوحيد اللي يقدر يفك اي حاجة اتشفرت بالمفتاح اللي بعتناه في الاول اللي هو البابليك كي. والطريقة دي مستخدمة حوالينا في كل حاجة تقريبا. مثلا في المتصفح لو فتحت اي موقع بتلاقي دايما في اسمه HTTPS. الاس دي اختصار ل SSL، وهي اختصار ل Secure Socket Layer، وده اللي بيقدر يثبت لك ان البيانات بينك وبين الموقع متأمنة. وحاليا البراوزرز بقت بتمنعك تخش اي موقع السيرفر بتاع الموقع ده مش بيستخدم بروتوكول ال HTTPS. والبابليك كي انفراستراكشر مش مقتصرة بس على البراوزر، بل بتستخدم في حاجات تانية كتير. ولكنهم هيوقفوا لحد كده؟ لا طبعا، لان في الالفينات بقت المواقع والتطبيقات كتير جدا، وبقى كل واحد فيهم بيحتاج كلمة سر، وبقى في تحدي لكتير مننا ان يفضل مفتكر كلمة السر بتاعته. فكنا عادة بنكتبها في ورقة او بنحفظها على الجهاز، او بنستخدم نفس كلمة السر لكل المواقع، واللي كان غير عملي تماما لان كانت سهلة تتسرق. وده اللي خلاهم يفكروا في طريقة موحدة لتأكيد هويتك لكل المواقع من غير ما تضطر انك تحفظ كلمات سر كتير، وهي السنجل ساين اون، واللي معظمنا بيلاقيها في اي موقع دلوقتي لانه بيتيح لك اكتر من طريقة علشان تقدر تعمل تسجيل دخول، مش بس عن طريق كلمة السر والايميل زي زمان. يعني لو عندك حساب على الجيميل تقدر تستخدم نفس الحساب ده علشان تثبت هويتك للمواقع التانية من غير ما تحتاج تكريت اكونت جديد على المواقع التانية دي. وده برضو اللي مازال مخاطرة كبيرة، لان حسابك على الجيميل ده لو اتسرق بالتالي كل الحسابات التانية دي اتسرقت هي كمان. ويمر الزمن ومع الوقت ابتدى الموضوع يتطور، وابتدوا يستخدموا طرق جديدة زي بصمة الاصابع والوجه والعين وكعب الرجل، ده لو مش هيعملوا لنا تحليل DNA بعد كده. لحد كده احنا عرفنا ازاي المواقع بتتأكد من هوية الشخص، وعملنا له الفيش والتشبيه. وهنا هيجي سؤال تاني، بعد تسجيل الدخول للموقع بقدر اعمل اي عمليات على حسابي وما بلاقيهوش بيسألني تاني عن كلمة السر ولا انت مين؟ هل ده عيب مثلا ولا ايه؟ لا طبعا، زي ما الكشري ليك مالة الموضوع ده ليك مالة. تعالوا نتخيل كده الموقع ده عبارة عن شركة وانت شغال فيها، وكل مرة تيجي تخش الشركة بيوقفك على الباب ويفتشك ويشوف بطاقتك ويسألك شوية، ولو كله تمام بيقوم مديك رقم مميز او ID، والرقم ده ما بيتكررش وبيسيبك تخش. وساعتها لو حبيت تعمل اي حاجة جوه محدش بيفتشك تاني ولا بيعيد الموضوع اللي حصل على الباب ده علشان يتأكد من هويتك، هو بس كفاية انه يشوف ID بتاعك واللي اخدته على الباب. هو ده نفس اللي بتعمله الابليكيشنز بالظبط، وصفحة تسجيل الدخول هي دي الباب، والID اللي بتاخده على الباب بنسميه توكن، والعملية دي بنسميها توكن بيزد اوثنتيكيشن او كوكيز بيزد اوثنتيكيشن. ايه البسكوت ده هندسة؟ احنا مش قلنا ان هو توكن من شوية؟ هو فعلا الاتنين بيحققوا نفس الغرض، ولكن يظل فيه فروق مهمة جدا ما بينهم، وبيحدد هنستخدم اي نوع منهم نوع التطبيق نفسه. عندنا حاجة زي الكوكيز بيزد اوثنتيكيشن، النوع ده كان مسيطر قبل ظهور الموبايلات وانترنت الاشياء او ال IoT. يعني ممكن اي جهاز بيتوصل بالكهرباء توصله بالانترنت وتتحكم بيه عن بعد، والكوكيز بيبقى هو نفسه زي الاي دي برضو رقم مميز. والطريقة دي بتشتغل كالآتي: أول ما بتخش على الموقع وبتعمل تسجيل دخول، السيرفر بيبعت الكوكيز ده، والبراوزر نفسه ما بيحتاجش منك أي تدخل بعد كده علشان تبعت الكوكيز ده في أي ريكوست رايح بعد كده للسيرفر. واللي مخلي الطريقة دي أكثرهم أمانا إن البراوزر بيمنعك إنك تقدر تبعت أي كوكيز بتاعت موقع معين لموقع تاني بالجافا سكريبت. ورغم الأمان
الأمان الكبير اللي بتوفره طريقة زي دي الأغلب مش بيستخدمها وبيعتمدوا على النوع التاني Token Based Authentication، والنوع ده معروف في وسط الويب ديفلوبرز باسم JWT، وده لأنه حاجة كاجوال كده ومش بيتبعت لوحده زي الكوكيز. ده انت لازم تستخدم الجافا سكريبت علشان تبعته مع كل ريكوست. وكتير ممكن يسأل هو ليه وجع القلب وكود هنا وهناك، ليه ما نستخدمش الكوكيز وخلاص؟ ساعتها هنخسر مميزات كتير مش موجودة في الكوكيز، وهي انه بيديك حرية انك تقدر تتحكم فيه زي ما انت عايز، بانك تقدر تبعته بين دومينز مختلفة وتقدر تحفظه في اي مكان تاني غير البراوزر. وعلشان كده معظم الاجهزة والتطبيقات اللي ما بتعتمدش على البراوزر بشكل اساسي زي الموبايلات او التلفزيونات بتستخدمه كوسيلة تأكيد هوية بينها وبين السيرفر. وهل ده معناه ان احنا بلاش نستخدم الكوكيز ونعتمد طول الوقت على التوكنز؟ الموضوع ده غير مفضل، لان التوكنز هو النوع المفضل للمخترقين. تعالوا نشوف سيناريو زي ده. المستخدم عمل تسجيل دخول والسيرفر فيشه وعدى على خير وادى التوكن تمام لحد كده. التوكن ده هنحفظه على البراوزر. نفترض بقى انت دخلت على موقع تاني فيه ثغرة. الثغرة دي عادة اسمها XSS، وكنا اتكلمنا عنها في حكاية فاتت على القناة، وهسيب لكم رابط للحكاية دي في الوصف تحت. والثغرة دي بتتيح ان المخترق يقدر يبعت كل التوكنز اللي عندك على البراوزر لسيرفر تاني. ساعتها بكل سهولة هتتبعت ومفيش اي حاجة هتمنعه. ولكن لسه الامل موجود، لانك تقدر تقلل كل الثغرات اللي بتنتج من استخدام التوكنز او طريقة JWT عن طريق انك تحدد صلاحية لكل توكن، مثلا ساعة او 2، ولو اقل من كده يبقى احسن طبعا. ولما يخلص المستخدم لازم يعمل تسجيل دخول تاني عشان يطلع له توكن جديد. ولحد هنا خلصت حكاية النهاردة، واستنونا في الحكاية اللي جاية من حكاية كودكس لاين، والسلام عليكم.